النهاردة هنتكلم عن أغنية إشارات لعمرو دياب من ألبوم ابتدينا. كلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي. من أول ما نزلت الأغنية دي عملت حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا. ناس شافوها قصة حب مباشرة، وناس تانية شافوا الموضوع أعمق من كده بكتير. قالك اسم الأغنية إشارات، والمزيكا اللي فيها روح تأملية كده أقرب للموسيقى الصوفية. ده غير الأداء الهادي اللي في حتت كأن عمرو دياب واقف مع نفسه بيدور على معنى أعمق جواه. وفي وسط ده كله الناس بدأت تسأل، هو ده كلام غرام ولا حاجة عن القدر، ولا يمكن عن التحول اللي بيحصل جوه الواحد لما يلاقي نفسه فجأة مايل لحد ومش فاهم ليه؟ يعني باختصار، في ناس بتقول الأغنية دي عن علاقة حب، وناس تانية شايفة إنها عن لحظة يقظة داخلية بتحصل في وقت معين في حياتك، لما تحس إن كل حاجة حواليك بتبعت لك نفس الرسالة على هيئة إشارات. تعالوا نشوف بقى كل جملة في الأغنية دي بتقول إيه وبتوحي بإيه. وعلى فكرة، ده أول فيديو على القناة. إحنا هنا في اللي ورا الكلام مش بس بنسمع الأغاني، احنا بنفهمها، بنحللها، وبنغوص ورا الكلمات اللي ساعات بتعدي علينا من غير ما نركز. فلو الأغاني بالنسبة لك مش بس نغمة، لو يهمك تفهم المعنى اللي ورا الكلام، اشترك في القناة وفعل الجرس وخليك معانا من أول السطر. المقطع الأول: إشارات وصلت لي وحاجات حصلت لي، علامات قدامي وعيونه اللي قالت لي. من أول سطر انت مش بتحس انه بيحكي عن حاجة حصلت، انت بتحس انه مش مصدق اللي بيحصل. هو ما تكلمش مع الشخص ده، بس العيون قالت والإشارات وضحت. حالة كده بتحصل فجأة، تحس انك بتقابل حد وكل تفصيلة حواليه بتقولك خد بالك في حاجة هنا مش عادية. المقطع التاني: رماني في شبكه وعيوني ارتبكوا، ولقيتني بقوله اني مايله، الواحد قلبه بقى يدله، دي هدية وجاتلي، إشارات وصلت لي. الجمل دي بالذات بتحصل، عارف لما تبقى تايه وفجأة حد يبص لك بصة تلخبطك؟ ده بالظبط اللي هو بيقوله. هو وقع في إحساس، في ارتباط، من غير ما ياخد رأي عقله، قلبه هو اللي بيدله. يعني القلب بقى هو اللي سايق، مش بيسأل ومش مستني تفسير. وجملة دي هدية وجاتلي دي لوحدها بتقولك إن اللي حصل مش صدفة، كأن في حاجة من فوق بعتالك الشخص ده. المقطع الثالث: تفاصيل دي ما بينا وأكيد فيها إن، فهسيب أنا إيدي، ده مفيش حلو بيستنى، مسافات بتقرب فيها إيه ما نجرب، يا سلام ولا أجمل والفرحة بينا هتكمل. المقطع ده ناس كتير وقفوا عنده على السوشيال ميديا، خصوصا الجملة دي: تفاصيل دي ما بينا وأكيد فيها إن. يعني في حاجة بتحصل بس مش مفهومة ولا متسمية، بس بدل ما يهرب منها قرر يسيب إيده ويمشي معاها. مفيش حلو بيستنى دي جملة عبقرية، يعني لو لقيت لحظة حلوة امسك فيها وما تترددش، ونجرب يعني مش لازم تبقى فاهم كل حاجة علشان تبدأ. المقطع اللي بعده: إشارات وصلت لي وحاجات حصلت لي، اتكرر مرتين. هنا بقى بنرجع تاني لنفس الحالة، لأنه ببساطة الإحساس لسه مخلصش ولسه شغال جواه، هو لسه بيستقبل الإشارات ولسه عايش اللحظة. بعد كده نرجع نسمع رماني في شبكه وعيوني ارتبكوا، وده بيأكد حاجة مهمة جدا: اللي حصل له مش لحظة وعدت، ده إحساس بيسيب أثر بيتكرر جواه كأنه لسه جوه الشبكة دي. وآخر تكرار: تفاصيل دي ما بينا، ودي الجملة اللي بيختم بيها الأغنية، كأن في حاجة مفتوحة ما خلصتش. الناس شافت إن الأغنية دي مش بس قصة حب. في ناس كتير أول ما سمعت الأغنية دي ما فكرتش إنها عن حد بيحب حد تاني وخلاص، الموضوع كان أعمق من كده بكتير. الناس حست إن في حاجة بتحصل مش مجرد إعجاب. الكلمة نفسها إشارات دي لوحدها بتفتح باب كبير جدا. يعني إيه إشارات؟ إشارات من مين؟ وإزاي جت في وقت معين؟ والكلمات بتتكلم كأن الحياة نفسها بتبعت رسائل. علامات قدامي وعيونه اللي قالت لي، دي مش بس نظرة بين اتنين، دي لحظة وعي، كأن الدنيا وقفت وقالت لك بص كده في حاجة ليك هنا. ولما يقول رماني في شبكه وعيوني ارتبكوا، الناس خدتها بشكلين: في اللي شافها كشبكة حب، وفي اللي شافها كموقف حياتي جه فجأة وعلم جوه خلاك تركز وتتهز. وبالنسبة للمزيكا فهي مش ماشية على مود فرحان أو سريع، دي مزيكا أقرب لحالة صوفية هادية، فيها صوت بيقرب منك واحدة واحدة. توزيع أسامة الهندي هنا عامل موسيقى فيها مساحة للتأمل، كأنك بتراجع حاجة جواك مش بره. الحتة دي مثلا: الواحد قلبه بقى يدله، كلمة يدله دي مش بنسمعها كتير، بس عمرو دياب قالها ببساطة، كأن القلب هو اللي بيقودك مش العقل. ودي لحظة بتحصل للناس في فترات التغيير، مش بس لما يحبوا.
يعني في اللي شاف الأغنية دي عن حالة قدرية، واللي شافها إنك تقابل شخص يغير فيك حاجة، أو إنك تكتشف إنك كنت ماشي غلط والحياة بتبعتلك إشارات. فهل هو بيحكي عن شخص قابل بنت ووقع في حبها، ولا بيحكي عن لحظة في حياته الدنيا كلها بعتتله فيها رسالة؟ الإجابة مفتوحة، بس اللي متأكدين منه إن الأغنية دي خلت ناس كتير تقف تعيد تفكير وتشوف عمرو دياب بيغني بشكل أعمق من المعتاد. سواء شفتها أغنية رومانسية أو رحلة داخلية فيها نداء من نوع خاص، اللي أكيد إن الكلمات دي مش جاية صدفة، وفي كلام بيتقال وكلام بيتفهم. ده كان اللي ورا الكلام. لو عجبتك الرحلة دي دوس لايك واشتراك واستنى الجاي، لأننا دايما بندور على المعنى اللي مستخبي في وسط الكلام.